السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. لو انت اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ودوسي على الكل عشان يوصلك مني اشعار باي فيديو جديد بنزله. ويلا حطيلي اللايك على الفيديو ده على السريع، ويلا نشوف الروتين بتاعنا عامل ازاي. اول حاجة بس مننساش ناخد الثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي بقى كنت صاحية الصبح وقلت احضر كوبايتين شاي بلبن كده انا وجوزي شربناهم. وبعد كده هو قلت احضر شوية فطور كده خفيف ولذيذ. في العادي دايما بنفطر بقى فول، بنفطر جبنة قريش بالطماطم. الفطار اللي احنا عارفينه، بس النهاردة بقى كنت صاحية كده قلت اروق بقى على جوزي بقى والعيال بقى، عشان كمان نازلين بقى هنوديهم ان شاء الله يتفسحوا بقى. انتوا عارفين اجازة نص السنة بدأت، والفسح بقى بدأت بقى وهناخدكم معانا كده نشوف هنروح فين كده النهارده وهنعمل خلال اليوم بتاعنا. عملت لهم بقى الفطار الجميل دوت. هو مش فطار يعني، قعدنا كده ننقنق فيه عشان كنا نازلين، وكنت ناوية اعمل الغدا بدري. ف... فقلت ننقنق كده في شوية التوست دوت. كان عندي شوية كده لانشون وجبنة تركي حشيتهم بيهم، وشوية لفت كده كنت مملحاه. بس الصراحة انا على طول بحب اعمل اللانشون ده في البيت، كنت عاملاه بطريقة الشيف محمد حامد اللي هي بالجبنة المثلثات. كان بيطلع الصراحة معايا تحفة جدا جدا. بس ساعات بقى الواحد عارفين كده في الشتاء وفي السقعة بيكسل بقى يقوم يشتغل في البيت. المرة دي يعني اشتريت كده جاهز، بس في العادي بحب اعمل كل حاجة في البيت. المهم هنا كنا كلنا ونزلنا رحنا عجم ستار. رحنا فتح الله كده، كان عندي شوية حاجات بسيطة كنت عايزاها يعني في البيت وكده هوت. ما بقيتش اجيب الحاجة بالشهر زي زمان. اللي كان متابعني كان عارف ان انا على طول بجيب مشتريات الشهر، بس دلوقتي بقيت بجيب حاجة كده اول باول. ورحنا هناك كان في ملاهي كده صغيرة البنات بيلعبوا فيها وكده. المراجيح هناك بسيطة خالص ب10 جنيه وب5 جنيه، حاجات بسيطة خالص. وفي غزل البنات برضو ب10 جنيه. يعني الصراحة فسحة عجم ستار دي بتكون جميلة، وفيها فتح الله وبيكون مول كده والسلالم متحركة وبتاع. يعني اهل العجم هي دي الفسحة بتاعتنا. والمهم جبت بقى من فتح الله، جبت ازازه لبن عشان كنت عايزه اعمل رز بلبن. فقلت اكمل على اللبن اللي عندي باللبن دوت. وجبت صوص البرجر ده، انتوا عارفينه طبعا تحفه جدا جدا، يعني مش اول مره اجربه. نفس طعم صوص البيك تيستي بالظبط، جميل جدا جدا. وجبت شوكولاته دريم دي برضو، يعني مش اول مره اجربها، جربتها قبل كده برضو لقيتها خطيره. وفيها قطع بندق كده يا جماعه وطعمها تحفه. قلت برضه اجيب منها، وجبت شويه توابل كده زي ما احنا شايفين. متحمسه جدا ان انا اجربهم معاكم. خاصه الرز صياديه، مش عارفه توابل الرز صياديه ديت. وكان ناقصني كيسين رز وكيس مكرونه زي ما انتوا شفتوا. وجبت ربع رز بسمتي ده كده على قد الاكلايه. وجايبه له برضه توابل الرز البسمتي. وجبت كيسين خميره، كيس للدقيق اللي انا جايباه دوت، وكيس بعينه عشان دايما الخميره دي بنساها. فقلت كيس استخدمه ان شاء الله في اكلة بيتزا كده تكون جاية، وكيس يكون عندي. وجبت بقى دخلت عند المحل اللي هو دراك ستور ده، كان عامل تخفيضات جامدة جدا جدا. وكان منزل شوية حاجات كده يعني صيفي تقريبا من الصيف اللي فات. فانا الصراحة ما اقولكوش بقى اي سيل راشقة فيه. جبت بقى السليبر ده، حذره فزره كده يبقى بكام. السليبر ده كده عامل 85 جنيه. قلت ان شاء الله لما الصيف يدخل علينا بقى ينفعني كده في مصيف، انزل اتمشى بيه. دايما بنحب نطلع مطروح كده، ينفع كده في التمشية. وب85 جنيه الصراحة ارخص من سعر يعني الشبشب بتاع البيت، فاهمين قصدي. فقلت اجيبه وعينه عندي. وهنا بقى كنت محتارة جدا في الاكل، وبعدين عشان رحنا عجم ستار وكده، فيعني ما كانش في وقت مناسب ان انا اروح السوق نجيب خضار او حاجه. فكنت مش عارفه اجيب الصراحه. فاحنا مروحين جبت لفه رقاق، وقلت هغديكم رقاق النهارده. كل البيت بيحب الرقاق. فقلنا ناكل رقاق كده اكله خفيفه، يعني ما عملتش جنبه طبيخ ولا اي حاجه. هي صينيه الرقاق دي بس اللي خلناها. بعمل بقى العصاج ازاي؟ بالطريقه السهله جدا. حطيت ده كان نص لحمه مفرومه، حطيته على النار وحطيت شويه ملح وفلفل. بس للاسف انا كنت مكتره الملح شويه، يعني متاخدوش على الكميه اللي انا حطيتها دي. المهم بقلب اللحمه كده على النار لحد ما تكون باللون البني دوت. في ناس بتحط اللحمه على البصل على طول، في ناس بتدبل البصلايه الاول. لا، انا بحب احط اللحمه تتحمر خالص وتشرب ميتها، بعد كده بنزل بالبصل بتاعي. نزلت بشويه بصل حلوين كده مخرطاهم على ايديا، مش ببشر ولا اي حاجه.
البصل لما بيكون متقطع بيكون طعمه احلى من البشر. بس وهقلبه كده وبغطيها، وساعات بحط لها بق ميه. وكان عندي شويه شوربه كنت عيناهم في الفريزر، برضو ايه هطلعهم كده يسيحوا، اسخنهم يعني على النار سوري، وبعدين ايه اشتغل بيهم. دايما زي ما انتم متعودين معايا، والناس اللي لسه جديده يعني حابه اقول لكم ان انا لما باجي اعمل اي اكل لازم بشيل منه اي حاجه تنفعني في يوم ايه مزنوقه فيه، يوم كده مكسله اعمل. يعني حتى لو شوربه، يوم مثلا بسلق لحمه اعمل ملوخيه او حاجه، بشيل ايه شويه شوربه كده ينفعوني في لفه رقاق، ينفعوني في شويه ملوخيه ناشفين كده هوت. حتى النهارده برضو العصاج ده هعمل منه صينيه الرقاق ديت، وبرضو هشيل شويه كده هو ايه ينفعوني في يوم مثلا عايزه اعمل مكرونه بشاميل، عايزه اعمل صينيه رقاق تانية، تكون الحاجه جاهزه معايا. دايما حاولي تسهلي على نفسك. الرقاق دوت جايباه عندي هنا برضو من عجمي. بس الصراحه هو النهارده مش عارفه بقى كان بايت ولا ايه يعني، هو بالنسبه لي مش احسن حاجه. لقيته كان كله متكسر الصراحه، فحاولت انقاذ ما يمكن انقاذه. آه بس يعني كان يعني ما عجبنيش الصراحه، اتفرفت مني على الاخر. هتشوفوا دلوقتي معايا. وعشان تطلعي بقى معاكي الرقاق يكون يعني مخرفش كده وجميل، ويكون طبقات ما يكونش معجن، تحطي الشوربه، بصوا يعني تغطسوا فيه كده الرقاقية في ثانيه، وتطلعوها. ما تسويهاش تتبلد بوش، لا زي ما انا ما بعمل كده، تحطيها في ثانيه وتطلعيها. بس زي ما قلت لكم الرقاق النهارده ما عجبنيش، لان كان متكسر خالص زي ما انتم شايفين، يعني مش الواحده بوحدتها كده هوت، لا هو كان رقيق زيادة عن اللزوم، هو اصلا كان متكسر، مش عارفه اتكسر مني بقى وانا ماشيه ولا هو كده هو. بس حتى السليمه معايا فرفته كده اهو. بس ظبطتها كده وكانت جميله. ولو عايزه بقى الرقاق بقى يطلع معاكي دسم زياده، بتحطي ما بين كل طبقتين كده رقاق مسحه ايه سمنه، يطلع معاكي بقى بالسمنه ايه مقولكوش. انا بحبه بالسمنه زياده، بس هنا جوزي والعيال مش بيحبوه كده، فبقيت بعمل زي يعني زي ما هم عايزين، عشان ايه هي دي الاغلبيه. لكن انا لو عليا الصراحه كنت مليته سمنه وايه ما اقولكوش. يعني مره عملته بالسمنه كده، كان اول مره خالص اعمله، عملته بقى بالسمنه بقى. بصوا بقى يعني بصوا كنت متوصيه جامد، كان طالع تحفه تحفه. بس ايه احنا طبعا ماشيين ايه مع اراء البيت فبنعمل اللي هم عايزينه، ولازم نعمل اللي صاحب البيت عايزه طبعا. هو اللي بيجيبه، هو اللي بيشتري، وهو اللي بيعمل، فايه مشي الدنيا. المهم ايه هنا كنت بزود بقى ايه شويه شوربه، ما بحبش احط كل الشوربه مره واحده علشان ما تبردش مني. بحط شويه وايه وادفيها تاني وارجع احط. فاهمين قصدي؟ عشان لما الشوربه بتكون دافيه معاكي غير لما بتكون ايه ساقعه. كلكم طبعا عارفين المعلومه دي، عشان الرقاقه تشرب ايه من الشوربه من غير ما تبوش. المهم هنا ايه كنت حطيت كده، حاولت ان انا اقسم الرقاق يعني نسبه وتناسب كده بقى، ولا بقعد اعد ولا بعمل شو اصلا كان متكسر ومتدغدغ زي ما قلت لكم. فحطيت كده حبه بحيث يبقى نصهم، بعد كده هحط العصاج اللي انا عملته، بعد كده احط ايه نص الرقاق تاني. بحب اعمل في الصاج الكبير دوت علشان يطلع معايا رقيق، ما مش بنحبه تخين ولا معجن. يعني ده نص رقاق، لفه نص، عملتها على الصاج الكبير ده بيطلع معاكي رفيع وجميل، وبنحبه مقرمش كده ايه. والصراحه بتكون اكله جميله وخفيفه، خصوصا لو انتي يعني مثلا شايله لحمه مفرومه على الصاج عندك في الديب فريزر، شايله الشوربه، هتطلعي ده تسخنيه وتطلعي دوت يفك معاكي وخلاص، يبقى انت كده خلصتي الاكليه. مع ان اكله الرقاق دي بتبقى الناس تانية حوار وجع دماغ، مش لسه تسلقي اللحمة ولسه هتعصجي ولسه هتعملي، فمتعمليش احسن. لكن ايه لو انت خدتي فكرتي يعني اللي انت كل حاجة تعمليها تعيني منها كده شوية، هتسهلي على نفسك. وخصوصا ان شاء الله داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين يا رب، ينعاد علينا وعليكم كده الايام بخير، وربنا يا رب يبلغنا رمضان كده ونحن في احسن حال، احنا كل حبايبنا. آه فبرضو من دلوقتي ايه اي حاجة بشيل منها جزء. اعمل لحمه مفرومه بشيل، جايبه فراخ مثلا هعمل اكلات فراخ فبتبل فرخايه كمان واشيلها برضو في الديب فريزر كده هوت. كل حاجه بعملها ايه بحيث يجي عليها رمضان ان شاء الله عندي درج كده افتح بقى درج مفاجآت بقى، ما اقولكوش بقى ليه عندي بقى شايله بقى مش عصير طماطم، مش صلصه طماطم، ايش شايله مثلا كيسين كنت مفرزاهم من الفلافل، مفرزه فول، بصوا ما اقولكوش بخيرات الله كده هوت. المهم هنا ايه كنت بنقذ كده ما يمكن انقاذه في الرقاق زي ما انتوا شايفين كده، وكان متبقي معايا بقى ايه ورقتين، قلت احطهم بقى فوق الوش بقى ايه يبقوا بقى منظر بقى، اللي يشوف كده ما يشوفش ايه الدنيا متكسره. وبرده اتكسر مني زي ما انتوا شايفين، بس بجد مش غلطه مني، هو اللي اتكسر مش انا. بس وهبدا بقى ايه اللي انا اقطعه كده قبل ما احطه، او قبل ما بقطعه بحط برده ايه مسحه سمنه كده خفيفه،
فوق الوش، بحيث تديني كده ايه قرمشه بقى وحمار وحلاوه. لكن لو عايزاه دسم زي ما قلت لك بتحطي السمنه ايه ما بين كل طبقتين. المهم هبدا اقطعه كده حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين، يعني بقطع مثلا على 5 صفوف كده طول وعرض، او 4 و5، يعني مش فاكره قوي، انتوا هتشوفوا كده معايا، بحيث تكون القطعه كده صغيره وانتوا ماسكينها. بس هو ده كده الصراحه الغدا هنا، هو كان خفيف النهارده معايا، ولا بقى طبيخ ولا زعيط ولا معيط ولا مواعين ولا حاجه. اليوم اللي بنزل فيه لازم بعمل اكله خفيفه. بس ما كنتش عارفه ليه هترسى على الرقاق الصراحه، يعني دايما مثلا بعمل لهم شويه صدوق كده ناكلوا سندوتشات، اعمل كفته. بس الصراحه يعني لقيت كده ايه، واحنا معديين كده قلت لهم ايه رايكم نجيب لفه ورق، قالوا لي تمام، فتمام تمام يلا زي بعضه. وهنا زي ما قلت لك اهوت بقى مني شويه العصاج برضه ايه، هشيلهم كده في كيسه، يوم اعمل شويه بشاميل، يوم اعمل شويه قولوا معايا صينيه رقاق ينفعوني. او حتى لو ما عنديش اي افكار وممكن نعمل منهم عصاج بالبيض، بيبقى في الفطار بيكون تحفه جدا جدا. بنحب كده نفطر عصاج بالبيض. وبرضه ان شاء الله لما يجي رمضان بنحب نتسحر اساسي معايا بعمل عصاج بالبيض برضه في السحور. فان شاء الله ايه انتظروا بقى مني التفريزات بقى، بنعمل مع بعض بقى ان شاء الله، هنعمل مع بعض برجر، هنعمل مع بعض كفتة، هنعمل مع بعض عصاج برضه بنشيله، ولحمة محمرة كده. لا يعني زي لحمة مفرومة بحمرها كده، اهو زي ما كنت عامل اول الفيديو برضه بعملها برضه وتنفعني. بعمل صدق في البيت، بصوا جبنة مقلية، كل الحاجات دي بقى مفرزوها. بس هبدأ اشتغل في التفريزات من الشهر الجاي بإذن الله، بحيث ايه الحاجة تقعد معايا آم، يعني متقعدش معايا ايه شهرين، تقعد معايا شهر واحد. بس يعني كان الرقاق بتاعي استوى اهو بسم الله ما شاء الله، كان جميل جدا جدا. بس حتى كان سخن نار، قلت ايه اطلع بس ايه للبنات كده كل واحد حتتين كده ينقنق فيهم، عقبال ما انا إيه يعني اطلع بقى مخلل بقى، واطلع بقى هعمل شوية سلطة، وعقبال بقى ايه ما انا اعمل شوية حوارات كده اهوت ايه هما ياكلوا. عشان الصراحة كانوا جعانين خالص، لما نزلنا مأكلتهمش اي حاجة في الشارع. يعني دلوقتي حريصة ان احنا ما نحاولش نجيب اي حاجة في الشارع بقى، ولا كيس كاراتيه بقى ولا بسكوتات ولا حاجة. قلت لهم اول ما اروح الاكل يخلص في 5 دقايق ما تقلقوش. ففضلوا يزنوا على دماغي، وفين الاكل هو اللي في 5 دقايق. فالمهم ايه قلت اروح اكلهم كده الاربعة دولت، وعقبال ايه ما احنا نعمل سلطه ايه جنب الاكل ايه، وطلع مخلل وبتاع. بس واتغدينا الحمد لله. وقلت ايه اعمل لهم شويه بقى ايه رز بلبن كده، كنت وعدهم الصبح اعمل لكم رز بلبن. انتوا عارفين الليل طويل والواحد بقى بيجوع، يعني ينزل علينا الجوع كده من بعد الساعه 9، يقعدوا يقولوا هناكل ايه بقى، اللي هو انا ببقى مش عارفه اعمل لكم ايه الصراحه. قلت اعمل النهارده شويه رز بلبن كده ايه، هما هعمل 3 4 اطباق كده، ما بعملش كميه لان ما بحبش الحاجه تتعب معايا برضو في التلاجة كتير. بحس ان هي بتنشف بتلقط ريحه، طعمها بيتغير. فدايما بحب اعمل ايه، يعني الحاجه اللي بعملها اعملها اول باول كده في الانجاز، مش بقى هقعد اعمل بقى حله رز بلبن قد كده وتقعد معايا بقى يومين 3 4، لا. بنجز بعمل ايه شويه رز كنت نقعاهم وسلقتهم وسبتهم بميتهم فتختخوا كده، بس متعملش رز ياما، يعني مثلا دي حبه صغيرين خالص الرز ده بس. ونزلت عليهم بشويه اللبن، ونزلت عليهم بالسكر، ونزلت عليهم بحته قشطه كانت عندي برضو في التلاجة. وبس. ودلوقتي هعمل شوية وبتحطي عليهم شوية نشا بتاع معلقة كبيرة كده مسح، وبرده ايه بتقلبيها بلبن او بمية زي ما انت حابة. وبعد كده هو ايه بتحطيه على الرز بلبن بتاعك، يطلع معاكي احلى رز بلبن. طبعا القشطة لو انت عايزة ما تحطيش مش لازم تحطي قشطة، ممكن تحطي معلقة كريم شانتيه، ممكن ما تحطيش خالص. وسلام بقى لو عندك بقى كيس فانيليا، بس انا نسيت اشتري، تحطي برده كيس الفانيليا ده، يطلع معاكي الرز بلبن في حتة تانية. وانا مش بحب اعمل الرز بلبن اللي هو يكون جامد بقى اللي هو مليان نشا، لا بحبه صايص كده شويه، هنا بنحبه ايه طري كده، مسمينه ماي ماي. فما بكترش في النشا قوي. بس انت لو عايزاه بقى اللي هو بقى بيتاكل بقى اللي هو عامل زي الكاوتش ده، مامتي الصراحه يعني الله يبارك لها بتعمله زي الكاوتش، كانت مغيره لي خالص فكرتي عن الرز بلبن. هي لما تسمع الفيديو ده هتبهدلني تقولي اللي انت بتقوليه ده. بس ماما عليها شويه رز بلبن وشويه عاشوره ما اقولكوش، تخليكوا بصوا يعني تغيروا فكركم خالص على الرز بقى، ما تاكلوهوش نهائي. فمره بقى دقته، مش فاكره دقته عند مين، لقيته الله ده طعمه بقى مايم، بس دقته عند حد في البيت مش عارف حد من خالاتي تقريبا. طعمه مايمه بجميل. قلت لها الله يا ماما ده رز بلبن ده جميل قوي غير اللي انت بتعمليه. فبقيت انا تعمل لي الصراحه الطبقين بتوعي، بعد كده ترجع هما ايه تحط لهم بقى النشا اللطخه بقى ايه اللي هي هتحطه ده. المهم انا كنت خلصت الرز بلبن بتاعي، وبسم الله ما شاء الله طلع تحفه جدا. عملت بتاع 3 اطباق او 4 اطباق.
يعني هحط طبق زياده والكوبايه ديت. بس ده لسه يعني ايه، انا دقته كده اهوت، ايه عارفين انتوا ايه، لحست الحله كده اللي هو قعر الحله، لكن لسه طبعا هيجمد في التلاجة، ده لسه عاملاه خالص طازه. بس هو كده النهارده كان اليوم بتاعي خلاص كده، والروتين بتاعي خلاص. كان يوم خفيف، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. آه و وكنت هوريكم، هو ده طبق صغنن خالص كنت جايباه من المعرض، كان ب10 جنيه، من المعرض اللي هما بيعملوه خميس وجمعة وسبت، عند محطة الرمل، بازار، بيعملوا زي بازار كده. في حاجات فرطة، كنت جايبة الكوباية دي ب20 جنيه، والطبق الصغنن ده ب10 جنيه. ودايما باقي جايبة الأكياس دي، بص مش أنا جايباها برضه، ماما الله يبارك لها هي اللي جايباها لي. زي كيس كده، هو بتغطي بيها الحاجات، هي زي كيسة فيها استك كده بتغطي بيها اي حاجه. فبصوا بقى الكيس دي بقى في ايديا على طول، اي حاجه تتبقى اغطيها، زي ما قلت لكم، عشان ما بحبش خالص الحاجه تلقط من التلاجة او وشها ينشف، بالذات الرز بلبن ده بينشف في التلاجة. وهم اصلا طبقين تلاتة ان شاء الله ناكلهم ان شاء الله بكره على خير، بس ايه من هنا لبكره كده ايه، بحيث ما ينشفوش معايا. الكيس دي هتلاقيها تتباع عند بتاع الكياس. هي صراحه كويسه جدا. بس هو ده الروتين بتاعي، وهو ده اليوم بتاعي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير، في رعايه الله، مع الف سلامه، باي باي.